السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده نعمل مع بعض احلى وصفه للبفتيك الكداب بطريقه سهله وبسيطه جدا، محدش هيفرقه خالص عن البفتيك الاصلي. يلا بينا نشوف الطريقه عامله ازاي. معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه الحمرا، مفيش اي فيها نسبه دهون خالص عشان خاطر ما يتفكش منك في التسويه. تمام. هنا بقى عندي البهارات ايه: نص معلقه من التوم البودر، نص معلقه البصل البودر، فلفل اسود، 7 بهارات، كزبره، ملح، بيكنج باودر عشان خاطر يديها هشاشة للبفتيك، ما يبقاش مكتوم معانا، عشان دي طبعا لحمة مفرومة وفيها بصمات وفيها ايه حاجات كتير. تمام. معايا هنا 4 معالق بصمات كبيرة، الربع كيلو بياخد معلقتين، وبيضاية ده نص كيلو فهياخد معانا بيضتين والبص و4 معالق بصمات. هنا بقى بصلاية كبيرة مبشورة كويس ومتصفية من المية، والمية مش بنخليها على جنب عشان اوريكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، ويستحسن انك تحطيها تاني ضربة في الكبة، او تفضلي تدعكي فيها لو ما عندكيش كبة لحد اما ايه تعمل عرق معانا وخيوط كده. يعني بعد ما احط ده كله انا هروح اضربها في الكبة كده ضربة كمان بحيث ان انعمها شوية. تمام. خلاص. هنا بقى تعملي الكور اللي تناسبك. دول عملوا لي تقريبا حوالي 30 كورة او 35 كورة. الكمية دي بيرمي معاكي جدا كمية فوق ما انت ما تتخيلي. ميه البصل بقى زي ما انتم شايفين كده، انا بعوز بايديا كده، ببل بايديا واحط على الكيس اللي انا بطبق فيه البفتيك، وبظهر وببطن ايدي كده واقعد ادوس لحد ما تتفرد معايا. مش لازم شكل معين، احنا بندب كده وخلاص، يعني بنعمل اي شكل وخلاص زي شكل البفتيك، مبيبقاش ليها اي شكل معين خالص للطريقه. وبطبق الكيس كده وبحطه. دي كيس تلاجة انا فاتحاها، وبعمل كده اهو بين كل كيس وكيس شويه ميه بصل، واحط البصلايه، احط الكرة بتاعتي وادب كده بايدي افردها. السمك بتاعها ولا رفيع قوي ولا تخين قوي، سمك وسط كده معانا عشان تبقى حلوه رفيعه وتعرفي تتحكمي فيها في التغليف بتاعها. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي قوي قوي، والله ما حد هيفرقها خالص عن الطريقه دي، عن اللحمه العاديه، طعمها ولا في الخيال. اعملي بقى كل خطواتك، كل الطريقه بالخطوات اللي انا قلتلك عليها دي. هنا بقى لما اخلص كل الكميه بتاعتي واحطها شويه في الفريزر، لازم تتحط في الفريزر عشان اللحمه تتشمع وتمسك معايا، واعرف احطها في البيض والبصمات والايه والكفر بتاعها. هنا بصي اتجمدت معايا زي ما انتم شايفين كده، حطيتها بتاع حوالي ساعه. ومعايا هنا لبن وبيض وشويه ملح وشويه فلفل اسود. ادي هنا من غير اي توابل عليه. البصمات حتى عليه كيس فيجيتار. هحط لكم كل الملاحظات دي في صندوق الوصف عشان تمشوا عليها بالظبط. هطلع بقى كده زي ما انتم شايفين من الدقيق على البيض على البصمات، واضغط كده بايدي كويس عشان خاطر ايه الكفر يمسك معايا. الناس بتفك منها الكفر ده، يا اما هما ما دخلوش كويس على الكفر اللي احنا بنلزقه على اللحمه او على البانيه او على اي حاجه عموما بتتقلي، ما داسوش كويس على الكفر بتاعها، طلعت السوائل اللي فيها، او ما حطهاش في الفريزر. لازم لما نخلص البانيه بتاعنا او البفتيك او اي حاجه تحطيها شويه في الفريزر تمسك، عشان لما تحطيها في زيت ما تفكش منك. بصوا انا البتاع على فكره فك يعني تلاحظوا هتلاقيها طريه معايا، لكن بس ولا اتقطعت ولا اي حاجه، شكلها زيها زي البفتيك الشرايح بالظبط، زي اللحمه الشرايح بالظبط، ومحدش هياخد باله نهائي انها لحمه مفرومه. بصوا عامله ازاي، متختلفش حاجه خالص عن اللحمه الشرايح. هنا بقى في الخطوه دي ممكن تشيلها في الفريزر كوجبه سريعه، تطلعي حمري جنبها شويه بطاطس وشويه مكرونه وتبقى اكله جاهزه عندك توفري. ممكن تعملي بقى ايه كيلو، يعمل معاكي كميه كبيره جدا يعمل معاكي كميه كبيره جدا الكيلو. تمام. همشي بقى كده بكل الطريقه زي ما انتم شايفين كده، بكل التكنيك ده كده ورا بعضه. كل ما الاقي حته مبلوله احط شويه بصمات كده واضغط بايدي عشان ما يفكش منك في الزيت. بصوا مش هتعرفي تتحكمي فيها، ممكن تشيليها شويه في الفريزر وترجعي تقلي تاني. بصي انا بقى حطيتها شويه، بصي حته جامده معايا ازاي، مش طريه اهي. بصوا لان حطيتها شويه في الفريزر تكمل، عشان لو انا اشتغلت فيها وهي طريه حطيتها على زيت على طول هتفك منك، مش هتبقى حلوه. الكفر ذات نفسه القشره المعموله دي اللحمه مش هتفك،
بس الكفر اللي من بره ده هيفك منك، هيفصل، هيبقى في فصل ما بينها وبين اللحمه. انا مش بقلبها خالص غير لما بتعوم على وش زيت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، مش اول بقى ما احط التانية، بصوا التانية هحط قطعه تانية دلوقتي، دي هتبقى متغطسه في الزيت. مش هقلبها غير لما تطلع على وش زيت زي التانيين دول كده. دول هقلبهم اهو، بصوا اتقلبوا معاك بكل سهوله جدا، وحلو حلو قوي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي. جربوها كده وان شاء الله تعجبكم. متنسوش تحطوا لايك والشير وتعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد بنزله ان شاء الله. تعملوا بقى الطريقه دي كده. بصوا لونه وشكله، ولا فك ولا كفر وقع ولا اي حاجه. اتعودوا بقى اي حاجه مقليه تطلعوها على شبكه، على مصفى بتاعه المكرونه، بتاعه البطاطس، اي حاجه، بطاطس، بانيه، اي حاجه تتعمل تحطوها في مصفى عشان تحافظ على القرمشه. بصوا بقى طري ازاي وجميل وحلو قوي، ولا ريحته وطعمه، الكفر لازق عليه واللحم. بصوا، يا رب تجربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. متنسوش تعملوا لايك للقناه. باي باي.